السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نسوي طبخة كل العراقيين يعشقوها يحبوها. أكلة عراقية طيبة جدا جدا. هي البامية العراقية، طبخ بامية عراقية. مكوناتها الأساسية الثوم والطماطة الحمراء الرايجة. هاي المكون اللي يسويها طيبة، هذني الأساسيات الثنين. عندي هنا طماطة مردتها بالخلاط، طبعا عادي تقدرين تسويها بإيدك. وعندي بامية وعندي ثوم، لحم سلكته وراح استخدمه هو والمي مالته، وراح اشوفكم ومعجون طبعا، وراح اشوفكم الطريقة خطوة خطوة، خلوكم وياي. طبعا هنا حمست البصل حمسة خفيفة، هنا حمست المعجون مع الثوم، بعدين ذبيت مي الطماطة، راح اتركه يفور شوية واذب مي اللحم. طبعا هنا بعد ما غلى راح اضيف البامية وارجع لكم. هنا بعد ما يغلى غلوتين ثلاثة راح اضيف اللحم، لان اللحم عندي كلش مستوي فاريد اخليه اخر شي. وان شاء الله اشوفكم النتيجة النهائية. وهاي نهاية الاكلة مالتنا البامية. طبعا الريحة، البامية العراقية وما ادراك ما البامية العراقية، الريحة والطعم. وهذا التمن تعال نطبخ وياها بامية، ويا البامية تمن عنبر. وهاي النتيجة النهائية. سهمكم العافية.